في ظل وجود 1000 نوع كبه في مصر، ايه هي المواصفات الصح اللي احنا نشتري بيها كبه علشان خاطر تعيش معانا وتعمل لنا كل اللي احنا عايزينه؟ في وجود كل الانواع، مثلا عندنا زي ارشا، وعندنا السوكاني، وعندنا المركز الاسباني التركي، عندنا تورنيدو، عندنا فريش. كل الانواع دي في مواصفات ناجحه بنتفق عليها في اي كبه نشتريها، وهي اول صفه في المواصفات الناجحه ديت ان احنا لازم نشتريها من مكان يكون معتمد. ودايما يا جماعه وانتوا بتشتروا الكبه تشتروها بناء عن كلمه واحده بس، ان المكان اللي انت بتشتريها منه يضمنها لك من عنده. يعني النهارده ما بقاش في حاجه اسمها الضمان من الشركه، انت تضمنها لي من عندك فانا هشتريها. دي اول حاجه. تاني حاجه لازم نشتري الكبه الوات بتاعها يكون عالي، يعني ما نروحش نشتري كبه اقل من 400 او 500 واط، فبالتالي هيبقى عمرها قصير ومش هتعيش معانا قوي. زائد ان الكبات اللي بتفرم اللحمه فوق ال 400 واط وانتوا طالعين، طبعا كل ما بتشتروا الوات عالي كل ما بيبقى افضل. طبعا بيبقى في شركات مضروبه بتحط لنا وات وهمي، وفي شركات بتبقى براندات اصليه بتحط لنا وات فعلي، وده كله بنتاكد منه من المكان اللي احنا بنشتري منه والثقه بتاعه المكان. اما حته السعه بتاعه الكبه فدي بترجع لك انت. يعني في ناس مثلا تيجي تشتري كبه بالحجم الصغير ده، الكبه دي رغم حجمها الصغير ده بس هي 1500 واط، وفي منها 1000 واط و1200 واط، فدي قويه جدا لدرجه انها بتفرم اللحم بكل سهوله. اما حته الحجم دي فما بتبقاش مقياس عند بعض الناس، لانك انا بتقول لك انا بحط كميه صغيره كميه صغيره، يعني ممكن تفرم اللحمه ربع كيلو ربع كيلو. وفي ناس تانية بتيجي تشتري كبه بالحجم الكبير العملاق اللي انتم شايفينه ده لانها دي 8 لتر، ده لانها الناس دي بتعمل فيها كفته بتاعه الرز، او بتعمل فيها اي كفته او فرم لحمه كميات كبيره، او بتعمل كميات من الاكل كبيره فبتبقى محتاجه تفرم كتير. اما ثالث حاجه واهم حاجه في المميزات اللي احنا نشتريها يا جماعه، ان احنا نشتري اي كبه لازم يكون الترس بتاعها معدن زي ما انتم شايفين هنا كده. يعني الترس هنا معدن، حتى الترس الداخلي اللي بيبقى في الكبه اللي انتم شايفينه ده بيبقى معدن برضه، فبالتالي ده بيعيش وما بيتاكلش مع الوقت. عكس كده، يعني دي رغم ان هي تورنيدو بس الترس بتاعها بلاستيك هنا وهنا، فدي لو ما تركبتش صح او اي حركه وانت بتعمليها هتلاقي الترس اتاكل وبالتالي بتبوظ، ودي حاجه بتبقى وحشه جدا. اما اهم حاجه تاني زي ما قلت هي حته الضمان من المكان اللي انتوا بتشتروا فيه. يعني احنا هنا في سنتر رؤوف موفرين كل انواع الكبات مهما كان موديلها ومهما كانت ماركتها، زائد ان احنا بنطلعها بضمان من عندنا. يعني لو الشركه عامله ضمان سنه فبيبقى من عندنا، سنتين من عندنا، 3 سنين من عندنا، وعمر ما حد جالنا بمرتجع وقلنا له لا ابدا. زائد ان الكبات اللي انتوا بتشتروها لو حابين تشتروا كبات اكليريك، الوعاء بتاعها بيبقى اكليريك شفاف، فدي حاجه مستحبه جدا عند بعض الناس لانها بتحب تشوف بعينيها الحاجه وهي بتتفرم جواها، اذا كان بصل او خضار او لحم. اهم حاجه برضو ان احنا نشتري الوعاء يكون ضد الكسر، يعني لو وقع مننا ما يتكسرش، ودي تبقى ميزه مهمه جدا في الكبه. ولو انتم مش حابين ان انتم تشوفوا الحاجه من جوه عادي، يبقى في الحاله دي تقدروا تشتروها وعاء استانلس بالشكل اللي انتم شايفينه ده يا جماعه بيبقى استانلس اصل 100%، فما بتخافش عليه. هو اي نعم بيبقى خفيف ما بيبقاش تقيل في بعض الكبات، لكن هو مش مضطر انه يعمله تقيل، لان هو في الاول وفي الاخر كبه، يعني لو وقعت مش هتتكسر، هي هتتطبق، او الاستانلس ده مش هيتقطع مع الوقت. لا بالعكس، حته التقل او الوزن في الاستانلس ما بتبقاش مقياس، لكن هي اهم حاجه يكون استانلس اصلي، واهم حاجه زي ما انا قلت الترس يبقى معدن فوق وتحت. ايا كان النوع اللي هتشتروه لازم يبقى المرجع بتاعكم هو المكان، الثقه بتاعتكم هي المكان. لو قدرت افيدكم في الفيديو ده اتمنى ان احنا نعمل لايك ونعمل شير عشان خاطر غيركم يستفاد، لان معظم الناس بتبقى تايهه وهي بتشتري كبات. ولو عايزين تستفسروا في اي حاجه في الكبات سيبوا لنا في الكومنت واحنا هنرد عليكم باي استفسار انتوا عايزينه. شكرا.